وهنا عملنا أحلى وأروع ملوخية ورز بسمتي وفراخ كريسبي وسلطة وألف هنا وشفا على لكم بقى اه فراخ البروستد السلطة. وهنا للتحلية أحلى وأطعم كنافة وبطاطس، دي كانت عندنا من امبارح واحنا سخندان صراحة. النهاردة هنعمل ملوخية وفراخ ورز بسمتي. تمام. هنا أنا تبلت الفراخ. قرب هنا. هنا أنا تبلت الفراخ معلقة من البابريكا ومعلقة من الثوم الباودر ومعلقة من الشطة وبس، عشان احنا أنا ما بنحبش الشطة المفروض نحط معلقة شطة، ما حطيتش شطة. وحطيت ايه معلقة من الثوم الباودر ومعلقة من البابريكا ومعلقة من المرقة و... وبس. تمام. دي التتبيلة وسبت الفراخ فيها لمدة ساعتين. تمام. هنحطها تتسلق. دي فراخ تاني. هنحط الفراخ تتسلق. يلا هنحط الفراخ المتبلة. شايفين التتبيلة اتشربت في التتبيلة. هي المفروض تتحط لمدة يوم في التلاجة، بس أنا حطيتها لمدة ساعتين عشان إيه، عايزة أنجز عشان الفطار. تمام. هنقلب الكلام ده كله. طبعا هنحط لورا. كام عود من اللورا. تمام. هنحط فلفل أسود بس. تمام. 3 طماطماية. هنحط بصلاية. تمام. أوبس. هنحط بصلاية. تمام. هنقلب الكلام ده كله كده مع بعضه وهنسيبها تغلي لمدة ساعة. خلص. تعالي دلوقتي هنعمل رز بسمتي. يلا هنحط معلقة من السمن أو ممكن نزود حتة تاني. هنحط بصلتين وهنشوحهم يعني لحد كده ايه ما البصلة تدبل. تمام. والبصلتين هما بيتشوحوا هنكون مجهزين التوابل. مرقة. 7 بهارات. بابريكا. توم باودر. ورق لورا. وهنحط كده ايه البهارات كده معاه. تمام. هنشوح كل ده مع بعض. هنجهز الرز. هنحط عليه الرز. تمام. وهنقلب. خلص. هنقلب كده. ورشة من الفلفل الأسود. هنقلب كل الكلام ده مع بعض. تمام. ورقاية من اللورة.
وهنكون مجهزين الشوربة. ايوه. ايه هنحط الشوربة كده بس، حتى بس ايه شوية كده ايه، يعني ما ضغطتيش الرز قوي، وسط. تمام. وهنقلب كده، قربي هو كده. يلا. بنكون مجهزين كبشة شوربة ومية ساقعة. تمام. هنجيب بقى نجيب صدر كده حلو، هنجرق كله كده مية. تمام. وهنا مجهزين دي البهارات اللي حطيناها في الفراخ، هي اللي حطيناها في الدقيق. تمام. وهنبدأ بقى ايه نعمل كده كده اهو. اهو كده. تمام. المفروض ان احنا نحط تاني كده في المية حتة سريعة. تمام. ونحطها برضو ايه في الدقيق كده اهو. اهو تبقى كده. تمام. اهو. نبدأ نعملها كده كده كده. تمام. كده اهو كده. وبرضو هنجرب دبوس، نحط الدبوس كده، يبقى بقى ايه. وننزل في المية تاني، وهنحطه هنا وهيفضل. تعالي معايا. هتربط هنا ده بالزراعة ده مستوى. هربط شوية عليه الرز بوظيفها وريحته روعة. عملنا كنافه بس بطريقه جديده. تمام. احنا جبنا بص هنا ده شكل الكنافه بعد ما انا لفيتها. تمام. هنا بقى بنجيب الكنافه بنفردها كده، واي حشو عندك زبيب، جوز هند، دي عجوه. تمام. بنلفها كده، نلفها كده صواب. طبعا كده الصباع كبير، بنقطعها بالسكينه. نحطها في الفرن على درجة حرارة 180 ولمدة
الفراخ وجهزنا السلطة، جهزنا الملوخية قطفناها والثوم. تعالى هنا قرب بقى الفراخ. بص الفراخ بص متقرمش ازاي. بص الفراخ اهو، شايفين القرمشة اهي اهي. تمام قرمشة وقرمشة. ويلا بينا نطش الملوخية. تعالى اهو، هنا جبنا حلة وحطينا فيها شوربة، وهنحط فيها الملوخية بتاعتنا. نفضل نقلب كده عشان ما تفرقش. تمام، نفضل نقلب فيها نقلب فيها. نفضل نقلب كده في الملوخية. ايوه، لحد ما يبقوش ولا كلكوعة فيها. تمام، ونركبها كده على الفطار. انا حطيت معلقة سمن. تمام، حطينا توم وكزبرة. طبعا شم ريحة التقلية، الريحة روعة. بدنا نشوح فيها لحد ما يبقى لون التوم مصفر كده ذهبي. هي كده لونها بدأ يصفر. يلا لونها مصفر. يلا بقى نخش الكشك. سامعين الصوت اللي مش موجود. هنحط هنا كده. ملوخية مصري أصيلة، ولونها وشكلها ولا أروع. تعالى بقى واحنا بنحطها في الحلة. ولا أروع حاجة كده، آخر حلاوة. تمام، وهات الرز. وده الرز اللي احنا عملناه. قرب شوية. أيوة كده. تمام.